love Egypt. Come to Egypt. Come to Egypt. What a country. Egypt. ثلاثة شاي. ثلاثة شاي بالنعناع. ثلاثة شاي نعناع هو. منارة الاسكندرية 120 متر بس اتهدد بسبب زلزال في 1322. بيعملوا هنا احلى كبده وكلاوي في اسكندريه كلها. وناصر بيوفر اوض مخصوص للبنات. جمهوري العزيز صباح الفل. النهارده احنا في اسكندريه يا جماعه، لان الجو بدا يبقى حر، فلازم اول حاجه تعملها ان انت تيجي اسكندريه يوم او يومين تغير جو وتفصل شويه من الرطوبه والحر بتاع القاهره. النهارده هنلف في اماكن كتير قوي في اسكندريه، هعرفكم كمان هنازل فين لان انا نازل في مكان خطير. نبدا رحلتنا. يا ريت تعملوا لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه فعل الجرس واشترك في القناه، ويلا بينا يا جماعه. لسه واصلين على الهوستل دلوقتي، وصلنا على إيساكا. ده اول هوستل تقريبا، او الهوستل الوحيد اللي موجود في اسكندريه. هنيجي نقعد فيه هفرجكم عليه. بص شكله عامل ازاي. لسه داخلين. المكان وهمي. ده هنا ريسبشن، سعره رخيص جدا كمان، ان انت بتقدر تيجي تقعد يوم او يومين. سعره يعتبر معقول قوي. بصوا هنا المكان خطير وهمي. بصوا كل ده ريسبشن، تيجي تقعد هنا بقى لو انت قاعد تشتغل، قاعد بتسوشيالايز مع الناس. عاملين كمان ماب حلو قوي، كل واحد بيجي من بلد مختلفه بيحط بين عليها ويكتب زي سيب نوت كده. ناس من الارجنتين، ناس من افريقيا، ناس من امريكا، ناس من المكسيك. كل الناس دي جت هنا في الهوستل وقعدت لفتره من فترات، وبيجوا يسيبوا هنا رايهم في الهوستل والفيدباك بتاعهم. المكان وهمي، سعر رخيص. هنفرجكم دلوقتي كمان على الاوض اول ما ندخل جوه. الاوض شكلها عامل ازاي. احنا هنا بنحجز ما بنحجزش اوضه، بنحجز سرير. بتحجز بالسرير في اوضه مشتركه، و اسمه إيساكا. بالث ولا بالث ولا بالاس؟ هو طلعه هو يوناني. هو اسم المكان إيساكا. سي عندهم هنا برضو مطبخ، لو انت بقى بتحب تطبخ وتحب تحط حاجات في التلاجة. ادي المطبخ اهوت. مايكروويف، تلاجة ممكن بتحط حاجتك في التلاجة وتكتب عليها اسمك. يعني لو انت جايب حاجات بقى ومش عايز حد ياخدها، بتحط حاجتك في التلاجة وبتكتب على الحاجة بتاعتك اسمك بورقة. تلاقي الناس هنا بتبقى عاملة كده اهوت، كل واحد بيحط على حاجته ورقة. تيجي اسكندريه وما تبقاش عارفه تقعد فين، لان ثقافه الهوستلز مش موجوده عندنا في مصر. بس لو انت حرفيا لو جاي يوم او يومين ممكن تقدر تقعد في اوضه زي ديت. بتحجز سرير اليوم تقريبا ب 250 جنيه. بيبقى سرير بلوكر، وبيبقى شيرد روم. ادي مثلا بيبقى فيه لوكرز ان انت لو عايز تحط حاجتك فيها، لو عايز تحط حاجتك هنا لو معاك حاجاتك. وبتحجز سرير يوم بقى يومين حسب انت قاعد قد ايه. الفكره هنا ان انت الاوضه بتاع شيرت كمان بيديك فرصه ان انت تقدر تتعرف على ناس كتير لو موجوده اجانب مثلا موجودين في الهوستل وكده. ده غير كمان الهوستل هنا اسمه إيساكا، بيوفر اوض مخصوص للبنات. يعني لو انت بنت وعايزه مثلا تيجي تقعدي في برايفت روم، او عايز تيجي تقعدي في اوضه بنات بس، تقدري تحجزي فيميل دورمتري اللي هي بتبقى للبنات بس. يا جماعه المنظر وهمي، ان انت هنا في اوضه ممكن تبقى بتبص على البحر. منظر عالمي، منظر تحفه رهيب. جو تحفه جامد خيالي. والله الجو عظمه يا جدعان اقسم بالله. هو برد شويه بس لطيف. قاعد هنا في البلكونه بتاعتك بص على البحر على طول. Where are you from? أنا أتكلم عربي شوية. بريطانيا. بابا من الجزائر. الجزائر. فيفا الجزائر. فيفا الجزائر. جامد. فيفا الجزائر. We like رياض محرز or Mo Salah. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, but I like Mo Salah too. I support Liverpool. What do you like about Egypt? What do you like about Egypt? I like the culture. Yeah. I like the geography, the people, the history. Nice. Yeah, I like the location of the country. Okay. How where have you stayed? So just here, Cairo and the northern coast, Alamein. Okay. What's your favorite so far? To live here, but to visit Cairo. Obviously, Cairo's got such a buzz. And there's so much going on. So I love to visit Cairo, but I'm happy living here at the moment. There's a feeling you have when you're in Egypt, where you're just happy to be here and to be a part of the culture. The people are friendly. Everyone's very welcoming. Everyone's very friendly, and you feel in your heart
very happy to be here. When you tell yourself I'm in Egypt, and you realise, you know, there's a buzz to the place. There is a buzz. The people are friendly and hospitable. There's a buzz. Everyone's welcoming, and yeah, it's a pleasure to be here. You don't get this feeling in England. Oh, Yeah. really? When you walk around England, no, They're it's not cold. welcome. People are not friendly. I love Egypt. Come to Egypt. Come to Egypt. What a country! Come to Egypt. Arab Egypt. Come here. You will be welcomed. You will love the vibe. You'll love the feeling. حمنا على يوسف الروم بتاعته. مع السلامة. يوسف يا جماعه كان نايم في السرير، لا تقريبا لا التلفزيون داخل يصورنا. فلوجرز. نبدا يومنا ان احنا نزلنا على الكورنيش، البحر اهو. هنتمشى من محطه الرمل لغايه قلعه قايتباي والحته بتاعت الصيادين، هنروح نصور هناك ونتفرج، وبعد كده اخدكم ونفطر. يلا بينا افرجكم شويه على لقطات هنا في الكورنيش وجمال وحلاوه اسكندريه. بصوا يا جماعه الجمال، يعني الواحد نفسه يعيش في مكان على البحر. لما بتيجي هنا بقى تبعد عن القاهره، بتفصل تماما من الجو والزحمه والخنقه. الجو هنا جميل، عندك البحر، الناس كلها قاعده اهيت على الكورنيش مبسوطه، ما تلاقيش كده الناس متضايقه ولا اي حاجه، الناس كلها كل واحد في حاله. عندك هنا بقى اهي اخر المكان هنا خالص القلعه اهي، معرفش باينه في الفيديو من عندكم ولا لا. هنمشي كل ده الكيرف ده كله ونوصل لغايه القلعه والمراكب اللي هناك. احسن ناس اهل اسكندريه. بصوا الناس هنا حياتها بسيطه ازاي، قاعد بيصطاد جميل. اصطاد سمك؟ تاكلنا ايه النهارده؟ ايه؟ دنيس حط السناره. اول لما بتبدا مثلا تاكل اللبلوب هنا في اخر السناره بيبدا يضرب، بيبدا ينزل جامد كده. فانت تقوم جاي ساحب بسرعه. شد الاول وجاي ساحب. جاي تشد. ايه نوع الطعم المستخدم؟ يعني في حاجه اسمها دود نار، وفي حاجه اسمها دود اسماعيلاوي. دود. دود نار ودود اسماعيلاوي. في العادي السمك بياكل الدود ده؟ ايه؟ يعني في العادي ده حاجه مفضله للسمك؟ طبعا البحر فيه دود اصلا؟ ايه ده، اول مره اعرف المعلومه دي. لا البحر فيه دود، بيبقى في الرمله تحت. يا جماعه النهارده معانا مستر حديدي. مستر حديدي وائل. يعني احسن شعر في مصر اقسم بالله. يا ابني الناس كلها في مصر محتاجه الهير روتين بتاع ربنا يستر. بص يا جماعه الشعر ده محافظ عليه بقالك كام سنه حديدي مربي شعر؟ بقالي سنتين، وكل فتره كل 6 شهور مثلا بحلق مره. بس ما بتحلقش قوي بقى. لا ما بوصلش شويه زي فتره. يا جماعه والله العظيم مو صلاح هنا في اسكندريه امبارح ليفربول كسبت 7-0 امبارح، الناس كانت بتحتفل بحديدي. اكلوه ببلاش من 7-0 دي. انا لوحدي. هنجيب شاي من عند الراجل عسل دوت، في شاي اخضر؟ فتله وشاي كشري. طيب واحده شاي كشري. لا فتله خليه فتله. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم. بص يا جماعه نشرب كوبايتين شاي على البحر اهو. يا جماعه اخيرا وصلنا اهوت على قلعه قايتباي، واحده من اشهر الاماكن اللي موجوده في اسكندريه اللي لازم تزوروها اما تيجوا. تعالوا افرجكم هنا القلعه من بره شكلها كده عامل ازاي والدنيا حواليها عامله ازاي، وبعد كده هندخل جوه ونصور من جوه القلعه. المنظر من هنا وهمي خطير. هنا الناس بتيجي مثلا لو عايز تاخد مركب، تأجر مركب وتخش شويه في البحر، ممكن تعمل كده. في نفس الوقت القلعه هندخل ونشوفها من جوه عامله ازاي. من الحاجات الجديده قدام القلعه ان هم هيعملوا هنا مرسى لليخوت، وهيعملوا كمان زي مطاعم تبقى باصه كلها على القلعه الناحيه الثانيه. واحده من الحاجات الجديده اللي عاملينها عند القلعه ان هم عملوا ممشى سياحي، وكمان هيعملوا مرسى ليخوت هيبقى فيه زي مطاعم كتير قوي تبص على القلعه من الناحيه الثانيه. تعالوا افرجكم عليه. ده المفروض انه ممشى سياحي، الناحيه الثانيه هيبقى فيه زي
مرسى لليخوت هناك، وهيعملوا مطاعم تبقى باصه كلها كده على القلعه. يعني هيبقى عندك المطاعم الناحيه ديت والقلعه اهيت، هيبقى الفيو خطير. بصوا المنظر هنا وهمي، المنظر عامل ازاي يا جماعه؟ وهمي حرفيا يا جماعه. دلوقتي هنركب مركب، بيأجر هنا مركب بيلففك حوالين قلعه قايتباي ابو صلاح. لما تيجي عند ابو صلاح على طول هناخد مركب هنلف بيها حوالين القلعه ونتفرج على المنظر عامل ازاي. اتفضل تقف كده قدام. خليك انت بقى. بص 3 شاي. 3 شاي بالنعناع. 3 شاي نعناع قهوه. انا لسه شايف. لا 2 شاي. ماشي. اسطى 2 شاي سكر بابا ونعناع بابا. زي العدسه بارزه. شويه بقى قد شويه. حضرتك بص صور بس بعد اذنك. بص يا جماعه والله واحده من احلى الحاجات اللي عملتها في اسكندريه هي حوار ان انت تأجر مركب دوت. لان انا اول مره اعملها، جيت اسكندريه كتير وعمري ما فكرت ان انا اجر مركب والف بيها حوالين القلعه، بس الموضوع خطير يا جماعه والله وهمي. بصوا المنظر، والجو كمان النهارده حظنا حلو ان الجو تحفه، مش برد، في هوا كده وفي نفس الوقت في شمس. تبصوا المنظر خطير. القلعه، الراجل اللي قاعد بيجدف تعب معانا ده، غير كمان في هنا طيور نورس بتشوفها وانت يعني وانت ماشي بالمركب بتتفرج على طيور النورس بتطير حواليك وبتاع، بس حظكم ان ايه طارت. ما عندكش علي الضحكه يا علي؟ علي الضحكه يا علي اللي في سمايا اللي يا ام الضحكه يا حكايه. وصلنا على قلعه قايتباي حاليا، هنجيب تذاكر. سعر التذكره الناس العاديه 60 جنيه ده لو انت مصري عادي، ولو انت طالب مصري برضو او عربي بتاخد سعر التذكره بيبقى 30 جنيه. اما لو انت اجنبي بقى فمعرفش سعر التذكره بكام، مش كاتبين بالظبط سعر التذكره بكام. يلا بينا ندخل ونشوف الدنيا جوه فيها ايه. حلو. طب يا جماعه دلوقتي وصلنا على قلعه قايتباي. هقول لكم معلومه عنها مش كل الناس عارفاها، ان القلعه ديت مبنيه اصلا على واحده من عجائب الدنيا السبعه. هنا من زمان او من الاف السنين كان في المناره اللي هي كانت تعتبر اول مناره في التاريخ، وكانت واحده من عجائب الدنيا السبعه. المهم المناره دي اتهدد بسبب الزلازل، وبعد كده مع توالي العصور جه في عصر المماليك او عصر تقريبا عصر المماليك اتبنى القلعه ديت في عصر السلطان اشرف قايتباي. عشان كده القلعه ديت مبنيه على واحده من عجائب الدنيا السبعه. فيها اول مناره في العالم، مناره الاسكندريه 120 متر، بس اتهدت بسبب زلزال في 1322. بس كانت هنا يعني بنت قلعه قايتباي بنت على المناره. واتبنت في عصر ايه؟ عصر البلاطيم. بلاطيم بطليموس. بصوا المنظر من هنا عامل ازاي، منظر وهمي. والقلعه شكلها من جوه حلو قوي. احنا دلوقتي طلعنا الدور الاول، هي القلعه تقريبا 3 ادوار، احنا حاليا في الدور الاول اللي هو دوت، وعندنا دورين تانيين ممكن نطلع فوق خالص. المنظر يا جماعه وهمي. ليه بقى وهمي؟ ليه وهمي؟ لان انت ممكن تبص من القلعه المنظر على البحر منظر خطير. دي كانت اول حصن من الحصون اللي موجوده في مصر لما كان ايام بقى الحروب والكلام دوت، من ناحيه البحر المتوسط. فبصوا البحر هنا من شكله عامل ازاي، على الجمال والحلاوه، منظر خطير. هنا بقى اسكندريه كلها، يعني اسكندريه كلها تبقى شايف اسكندريه كلها من هنا اهو، تبقى شايف اسكندريه كلها. وعندنا هنا في مراكب دلوقتي احنا جوه القلعه، اول مره نخشها من جوه. بص الدنيا الممرات بتاعتها عامله ازاي. الكلام ده من الاف السنين.
شكلها حلو من جوه. ندخل نروق على نفسنا في القلعه بقى بعد ندخل نروق على نفسنا بقى بعد اللف في القلعه دوت. نضرب قصب. شباب مقتوله. شباب مقتوله. الانرجي ما بقتش موجوده خالص. الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لصدوا عن سبيل الله يقولوا تسمع لقولهم هو القصب ازاي عالمي كده؟ قصب خطير. تسلم ايدك. خطير العصير ده؟ خطير. لا هو الفوكس كان الاول. حلوه دي، حلوه. دي اهوت. رحنا سحبنا فلوس عشان ما كانش معانا فلوس خالص، عشان هيطلع دلوقتي على مطعم سمك. طبعا اكل السمك بيبقى غالي فنتحرك. بس معانا حديدي جعان، فهنجيب له الاول. انا الواحد اللي جعان. احنا ما كناش من امبارح بالليل يا جماعه، والله بجد مش بهزر. احنا دي حقيقه والله احنا ميتين. بس احنا بس واكلين امبارح الساعه 12 بالليل. الساعه دلوقتي كام؟ 6؟ كام ايه؟ 6 الا ربع. الساعه كام يا حاج؟ 6. استنى بس لحظه بقى اديني الكاميرا. الساعه 6 الا ربع دلوقتي. انتوا متخيلين من 12 امبارح بالليل عدت 12 ساعه، 6 ساعات 8 ساعات 18 ساعه 18 ساعه والله ما اكلنا. اكلت حاجه سناك كده الصبح. خد يا ابني، خد يا ابني. بس انا تمام كده. قلت لهم ايه؟ قلت لهم ان انا ما اكلتش، احنا كلنا ما اكلناش بقالنا 18 ساعه. بس دي شبعان شكله. دي تقريبا بياكل من ورانا معاه سندوتشات. لا بقول لك ايه، هو هيضرب لك واحد كلاوي من هنا ولا واحد كبده. لو هتضرب كبده ممكن اضرب معاك واحد كلاوي كده تصبيره. انت جيت لي نقطه ضعف. ده اللي هو عارفينك. طب نروح على طول نقول لهم عشان يظبطنا. زحمه قوي يا جدعان، تعالوا اي حاجه بس. زحمه رهيبه. بيبيع كشري. الكشري بتاعه حلو. الراجل مش مبسوط. بيبيع كمان عندهم مشهور قوي بالكبده والكلاوي والمشويات. الدنيا فاضيه عندك ولا زحمه؟ زيك الدنيا فاضيه عندك ولا زحمه؟ لو طلبت سندوتش كتير استنى كتير. بس جيب اجيب لي واحد كلاوي. ايه كلاوي؟ زي الكبده، عارف الكيدنيز اللي هي بتاعت مش لازم تشرح الحاجات دي يعني. بيعملوا هنا احلى كبده وكلاوي في اسكندريه كلها. ابو ناصر. بصوا الجمال يا جدعان والله. قوي صور. انتوا فلوجرز كده. هناخد تصويره يا جماعه كده قبل ما نطلع على محل السمك. ثانيه بس، هو فين الكلاوي؟ ده الكلاوي. نضرب كبده وكلاوي. ده سناك بس كده عشان بقالنا 18 ساعه ما كلناش. عادي عادي. ده جه طعمه حلو. جدا. طعمه خطير يا جدعان والله. هي الفراخ شكلها خطير كده ليه؟ ايه رايك كده؟ بجد والله العظيم. لازم بكره اتغدى من عندكم. انت بقى المطعم ولا مش شرم؟ احلى ابو ناصر، احلى ابو ناصر في الدنيا يا باشا. كل سنه وانتم طيبين. طيب يا باشا، بمناسبة رمضان. تغيير في الخطط يا جماعه، بما ان تغيير في الخطط يا جماعه عشان احنا جعانين جدا فما استحملناش نروح لغايه مطعم سمك. هناكل في مطعم اسمه ابو ناصر، ده بتاع مشويات وكبده وسجق وحاجات كده. وبكره هننطلق على السمك. الفراخ شكلها عظيم الصراحه.
ان المشويات عنده شكلها حلو قوي، طلبنا فراخ مشويه وسجق. طلبنا بصاره عشان انا بحب البصاره، فطلبنا بصاره. اللي ورايا ده يعتبر اقدم محل ورد موجود في مصر تقريبا. 105 عمره 105. It's real good. So good. Amazing. الصراحه يعمل شغل في المشوار ده. طب عايزين سي فود كده ايه؟ يا جماعه طلبنا شوربه سي فود